السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المميزة. حلقة اليوم حلقة مميزة وممتعة. اليوم لدينا أحد المواهب الجبارة في هذه بلاد اليمن، اللي هي مواهب مدفونة. ولكن اليوم إن شاء الله موهبة تستمتعون في مشاهدتها، موهبة الرسم. وهي يعني من أخي عز الدين عبد السلام الحمادي. طبعا عز الدين، أخي عز الدين يعني رسام خيالي ومبدع في الرسم، ما شاء الله الصدق أنا شد. بس إيش موهبته مدفونة. عز الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عش اليوم يعني تمتع المشاهدين بحقك الرسومات الخيالية. طيب نبدأ ندخل الرسومات يا عز الدين. يلا. طيب ابدأ. افتح الرسمة الأولى. طبعا شوفوا، نقربها كذا شوية، شاهدوا. طبعا شوفوا هذه طبعا زاك إفرون. هذا زاك إفرون. إفرم. ايش هو يعني، ممثل ولا مغني ولا ايش؟ أيوة، من هوليوود، يعني ممثل أجنبي. ممثل أجنبي. طيب اللي بعده، ما شاء الله هذا ما أعرف اسمه، بس مثل في فيلم أكوامان. ما شاء الله. طيب اللي بعده، يعني شوف شخصيات، يعني أكثرهم شخصيات وفنانين ممثلين، صح؟ أيوة أكيد. هذا منو؟ هذا ثور. ثور. اللي يمثل إنه ثور، بس اسمه أنا ناسي. اسمه ثور أهم شيء شخص. في الفيلم اسمه كان ثور. هذا قد بسمناه. اللي بعده. طيب هذا ولد ولا بنت؟ هذا جنكوك، يعني بنت ولد. أيوة، اللي غنى حق دريمرز في The World Cup. ما شاء الله. طبعا شوفوا مشاهدينا الكرام، ما شاء الله صلوا على النبي، ما شاء الله رسومات يعني صدق خيالية. هذه مني؟ هذه جيرل، يعني اتس اوكي، يعني عادية. اوكي. طيب اللي بعده، ما شاء الله. هذه سابقت في مجموعة مصرية، سابقت فيها وحصلت على المركز الأول. سابقت في مجموعة مصرية، يعني في الفيسبوك ولا في أيوة، أي؟ في الفيسبوك. وحصل على المركز الأول، ما شاء الله. طيب هذه وينزداي. أي شيء؟ اللي يعرفها طبعا. وينزداي في فيلم وينزداي. اسم الفيلم وينزداي، ما شاء الله. طيب مدري ايش ادمز. هذه الرسمة اللي الكل يتسابق عليها، اللي هي الفتاة اللي هيك يعني فتاة ايش اللي في وجهها؟ العسل. عسل. إيه. اوكي، ما شاء الله. طبعا اللاعب الاسطوري كريستيانو رونالدو، ما شاء الله. طيب الاعلامية، طبعا الكل يعرفها. الاعلامية ماي العبسي. اوكي. هذا منو؟ رياض محرز. ايوه، رياض محرز. ايش هو، لاعب ولا ما هو؟ لاعب جزائري. لاعب جزائري. طيب اوكي. اللاعب العربي محمد صلاح، ما شاء الله. استمتعوا يا شباب وصلوا على النبي، يعني ما شاء الله رسومات خيالية الصدق. هذه امرأة افريقية. لا، ايوه مصرية. ما شاء الله. هذا مصري. ما شاء الله. هذا اللاعب ايضا الاسطوري ميسي. طيب من باقي من هذه من العصر الفكتوري، يعني امرأة بريطانية. العصر الفكتوري. أيوة. اوكي، ما شاء الله. الإضاءة. طبعا من الإضاءة. طبعا هذا من أعمال أخي عز الدين، ما شاء الله في الرسومات. هذا الطفل يعني عادي. إبداع خيالي الصدق، ما شاء الله. بس قلت لكم مشاهدينا الكرام، مواهبنا مدفونة في هذا. هذه أنجلينا جولي في فيلم من لا الصمت. ما شاء الله. يعني إن شاء الله مع الاستمرار الأمور تسبر إن شاء الله. طبعا وهذه أي شيء من الرسمة يعني فتاة عادية. فتاة عادية. طبعا هذا الرسمة اللي بترسمها يا عز الدين أخي، أي شو يعني، قلم رصاص طبعا، صح؟ أكيد. أيوة. بس إيش من نوع؟ قلم رصاص عادي أبو 5 ريال. قلم رصاص عادي. أيوة. طيب الرسم هذا ايش يسموه عندكم الابداع؟ هذا البورتري اللي يجي ان سكتش، يعني رسم عادي اللي يجي رسم عادي. بورتري. يس. طيب هذا ايش اللي عندك؟ هذا الان الوان بالوان خشبيه. بالوان خشبيه. ايوه، هذا الوان. هذا طبعا الزي الصنعاني. ايوه، المرأة يعني بالزي الصنعاني. وهذا بالزيت الزي. اسكن اقرب شويه. اوكي، وهذا بالزي التعزي. تحيه لاصحاب تعز. هذه سابقت فيها مسابقه كانت المرأة وسيلة أو وساطة للسلام. واضحة يعني. ما شاء الله. طيب اللي بعد الرسمة هذه مفاجأة، خلينا المشاهدين. ايش هذه؟ موناليزا. هذه يعني كنا نقول للمشاهدين ايش يقولوا لهم. ما شاء الله هذه موناليزا. طبعا هذا رسام عالمي اللي رسمها الأولى.
حاز على مرتبة يعني خيالية. الآن شبابي. تمينا الرصاص والألوان الخشبية، الآن بننتقل للألوان الزيتية والإكليريك. لا عيد الكلمة. الألوان الزيتية الإكليريك والإكليريك. مش هو. طيب هذا ايش؟ هذا زيتي، الزيتي هو أحلى يكون. طيب ما شاء الله. ولا لا هذا شخصية ايش ولا رسمتها كذا من راسك؟ لا لا مش من راسي. من هي هذه؟ عادي. هاي يعني نقلتها من أيوة. راسك. هذا هذا الممثل عثمان بيه. هذا إكليريك الألوان. إكريليك زيتي. لا مش زيتي. إكريليك. إكليريك بس. أيوة. طيب وكالي بعده. خلاص نعم. طيب من زيد ايش باقي؟ هذا الخط. طبعا ايضا عز الدين ايضا موهبة الخط ما شاء الله. هذه اوضح الصورة. هذا هنا هو عكس صح؟ التصوير عكس. هذه صورة آية الكرسي. مشاهدينا الكرام ان شاء الله اني عجبتكم يعني الرسومات ان شاء الله، ومزيدا من الابداع يا عز الدين اخي ان شاء الله، ولا تستسلم تمام مهما كانت يعني الظروف. وحبايبي قلبي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.